الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا حبايبي، النهارده ان شاء الله نعمل مع بعض طريقه عمل كشك الالمازيه بقطع الفراخ بقى يا ولاد، تحفه بصدور الفراخ، بس هيعجبكم قوي. يلا نسمي الله كده وتعالوا نشوف الطريقه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا معايا يا ولاد، بصوا معايا هنا ايه، دي شوربه. معايا شوربه دسمه حلوه كده، وحطيت عليها 3 معالق من الرز زي ما انتم شايفين كده. تمام. وحطيت برده مكعب مرق، بس ده ما صورتوش، حطيته برده مع الشوربه بيدي طعم حلو قوي. الرز بقى هنا حبايبي ايه، هيغلي وهوطي عليه عشان عايزاه يستوي براحته قوي. على ما ده يحصل اكون انا ايه، قطعت القطعه بتاعت صدور الفراخ دي. معايا نص كيلو من البانيه، قطعتها شرايح كده زي ما انتم شايفين كده. بصوا بالطريقه دي. طبعا تكوني غاسله البانيه بتاعك كويس قوي ونقعاه طبعا كويس قوي وزي الفل معاكي. هنا بقى ايه، معايا معلقه من السمنه كده هنزل بيها، عشان عايزه اعمل صدمه لصدور الفراخ بتاعتي عشان ما تنزلش ميه معايا، مش عايزاها تنزل ميه. فهسخن السمنه قوي وهنزل كده ايه بصدور الفراخ كده عشان ما تنزلش ميه. لو نزلتيها على سمنه لسه بارده هتنزل معاكي ميه وهتضمر معاكي وهتبقى مش حلوه. هنعمل لها صدمه بالشكل اللي انت شايفاه ده. ونرش بقى رشه فلفل اسمر حلوه كده، ونبدا نقلبها تقليبه. ونهز الجريل، مش هنقلب كتير، كل اللي احنا نعمله هنفضل نهز في الجريل. بعد ما نفككها الاول كده نقلبها تقليبه كويسه، بعد كده نبدا نهز الجريل مع ايه، لحد ما الميه اللي فيه تبدا ايه تقل خالص. بصوا اهو هيبقى معايا بالشكل ده، في ميه بسيطه قوي. هنا بقى ايه، معايا الرز بقى هنا لسه ما استواش، طبعا على النار زي ما انتم شايفينه كده. احتاج شويه شوربه صغيرين، انا زودته تاني. بصوا بشوف كده الرز استوى ولا لا. خلاص لقيت الرز بتاعي استوى، هبدا انزل ايه بصدور الفراخ زي ما انتم شايفين كده. هخليه ياخد غلوه على ما انا اجهز. معايا هنا معلقه كبيره كبيره، يعني بمعدل معلقتين من الدقيق. بس انا عملت حطيت بالمعلقه السيليكون، يبقى معلقتين يا ولاد. هقلبهم وهنزل بيهم زي ما انتم شايفين كده. ده هنا اول حاجه نزلت ايه، معايا نص كيلو من اللبن نزلت بيه. اكتر من نص كيلو، كان حوالي كيلو الا ربع من اللبن. انت عايزه تحطي نص كيلو مفيش مشكله. هنا هحط شويه ملح بتوعي بقى، هحط شويه فلفل اسمر. هنقلبهم كويس. عايزين بقى ايه، يغلي كده غلوه حلوه، يغلي مع بعض الفراخ مع الشوربه مع الرز. اهو بصوا، خد مني ايه، سبته يغلي على النار كده لمده 5 دقايق. بعد كده دوبت معلقتين الدقيق في شويه من الميه ونزلت بيهم عشان اربط بقى الايه، الكشك بتاعي يا ولاد. اهو بصوا دي اخر خطوه بعملها، شايفين بالشكل ده كده. تاكلي احلى كشك، وجربي كده وانتي هتقولي ايه رايك. معايا هنا بقى يا ولاد بصلتين صغيرين مش كبار، هنبدا نحمرهم كده في السمنه. بصوا لحد ما يدونا اللون ايه الحلو ده الفاتح ده الذهبي كده. خدنا ايه شويه عشان نحطهم على الوش في طبق التقديم، والباقيين هننزل بيهم على الكشك بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. بصوا اهو بالطريقه دي. بصوا بكده يا ولادي يكون الكشك كده ايه تمام خلص معانا. هنحط بس في طبق التقديم وتاكلوه بالف هنا وشفا. هنغرفه مع بعض. اه هنبدا نغرفه حبايبي. انا كنت عامله الكشك ده برضو على الصفحه يا جماعه، بس كنت عاملاه من غير صدور فراخ. لكن ده كده كشك المازيه بصدور الفراخ كده يا ولاد، بيبقى حلو جدا والله. جربوه هيعجبكم قوي على فكره. ممكن تعملي مخلل بتنجان جنبه، وتعملي طبق ملوخيه جنبه وتغدي بيه وتمشي اليوم، يبقى تحفه معاكي. طعمه حلو جدا. تعملي جنبه بتنجان مخلل. هو بصراحه بيحب البتنجان المخلل جنبه، يحب جنبه طبق ملوخيه. لو انت بقى مثلا عندك فرخيه بلدي كده جنبه برضو عايز تعمليها، ده على حسب راحتك بقى. بصوا حبايبي ده كده بيكون ايه شكله في الاخر، بس طعمه اهم من شكله. يلا ربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوه، وان شاء الله بجد هيعجبكم، وقولوا لي ايه رايكم فيه. يلا حبايب قلبي، الف هنا وشيف حبايبي، سلام عليكم.